أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين لينا وفيديو جديد معانا في مجال الموسيقى. معلش احنا وقفنا نشر شوية للفيديوهات، بس هنرجع تاني ننشر لكم الفيديوهات والشروحات بتاعتنا اللي كلنا بنستفيد منها إن شاء الله. الشرح بتاعنا النهاردة هيكون في مجال الموسيقى، والحاجة الجديدة اللي عملناها إن احنا عملنا قناة على التليجرام هننشر لكم فيها كل الفيديوهات والشروحات وكمان روابط التحميل. هنرفعها لكم على القناة عشان نسهل عليكم الحصول على روابط البرامج اللي هنزل لكم الشرح بتاعها. نتوجه بقى للشرح بتاعنا دلوقتي، وشرحنا هو عن أورج 2024 آخر إصدار من الأورج، ومن جايبين لكم نسخة النهاردة نسخة مفعلة وكل حاجة فيها شغالة وفيها آخر تحديثات أورج 2024. هنتوجه دلوقتي لقناة التليجرام بتاعتنا عشان نجيب النسخة بتاعتنا دي. كده قناة حاطط لكم فيها أكتر من رابط لأورج 2024. معانا الرابط اللي فوق ده رابط مباشر على طول، معانا رابط على الميديا فاير اللي بيحب يحمل من الميديا فاير، ومعانا كمان رابط تاني رابط على القناة على طول. عشان نحمل مثلا نحمل من أول رابط دوت نضغط هنا كده على السهم ده، فبيبتدي يعمل تنزيل زي ما انتم شايفين. التحميل شغال، بينزل لنا النسخة بتاعت أورج 2024. طبعا قناتنا على التليجرام دي يا شباب مش هنوصيكم اعملوا شير لكل أصحابكم عليها عشان يخشوا ويكونوا مشتركين معانا فيها عشان يوصل لهم كل جديد ننزله عندنا على القناة. كده البرنامج خلاص تم تنزيل البرنامج، بنضغط عليه عشان نثبته. طبعا لو انت مش مدي الصلاحية للتليجرام ان انت تثبت اي برنامج من خلاله، فلازم تديله الصلاحية علشان يقبل التثبيت معاك. فبنضغط على اعدادات، بنديله سماح وبنعمل رجوع. نضغط تاني على البرنامج، هنلاقي البرنامج فتح معانا التثبيت زي ما انتم شايفين. بنضغط على إدارة تثبيت الحزم، يبتدي يثبت معانا زي ما انتم شايفين. نضغط على تثبيت وننتظر لحد ما يتم التثبيت بالكامل. بعد ما التثبيت معايا خلص كده زي ما حضراتكم شايفين، بنضغط على فتح. كده الأورج بيحمل معايا زي ما حضراتكم شايفين. بنطلع كده لفوق ونضغط على لا تظهر هذه الرسالة مرة أخرى، يعني لما يفتح الأورج تاني ما يطلعليش الرسالة دي. طبعا كده الأورج لسه بيحمل زي ما حضراتكم شايفين. طول ما الصورة دي موجودة وكلمة أورج دي موجودة 24 يبقى لسه بيحمل السيت الأساسي بتاع البرنامج. طبعا البرنامج دوت بينزل له سيت، السيت ده بيبقى السيت الأساسي بتاعه. بعدين احنا بنحمل أي سيتات احنا عايزينها بعد كده. فهو بيحمل السيت ده بيبقى فيه مجموعة من الإيقاعات ومجموعة من الأصوات زي ما انتم شايفين. حمل معانا، ودي الواجهة الجديدة زي ما حضراتكم شايفين بتاعت أورج 2024. شايفين متحمل بالشكل الجديد زي ما انتم شايفين بالإصدار الجديد. ادي الإيقاعات بتاعتنا، وادي الأصوات بتاعتنا. طبعا كلها بتبقى أصوات محدودة، حاجات بسيطة. احنا بقى بنحمل سيتات وبنعدلها وبنظبطها وبنعمل لها كل حاجة. كل الإعدادات دي هشرحها لكم في فيديوهات تفصيلية جاية كتير عشان نبقى فاهمين كل حاجة في الأورج عشان نقدر نعزف على الأورج باحتراف. ايه اللي يثبت لنا ان النسخة دي مفعلة يا جماعة ونسخة اقدر اشتغل عليها زي الأصلية؟
شايفين حضراتكم الدايرة اللي على الشمال دي عليها كلمة VIP. طول ما كلمة VIP دي عليها يبقى كده النسخة دي كده مفعلة، والنسخة دي هتشتغل معايا كويس ومش هتعمل معايا أي مشاكل خالص في الشغل. وكمان اللي يعرفني إن النسخة مفعلة بمجرد ما أضغط على كلمة سيت وأضغط على فايل اللي فوق دي بيفتح لي فايلات البرنامج. لو ما فتحش فايلات البرنامج وطلب مني سيريال التفعيل أو كود التفعيل، يبقى كده النسخة دي مش مفعلة، ما أقدرش أضيف عليها سيت. طب إيه المشكلة في إن ما أقدرش أضيف سيت؟ هبقى شغال على الإيقاعات والأصوات الأساسية بتاعة البرنامج بس، مش هقدر أضيف أي سيت تاني معدل واشتغل عليه زي الأورج الاحترافي. من مميزات الأورج الاحترافي إن أنا أقدر أحمل عليه سيت وأقدر أستفيد بأصوات مختلفة كتير وجديدة، مش الأصوات الأساسية بس بتاعة الأورج. لكن لما أنا أقدر أحمل سيت بيبقى البرنامج مفتوح معايا ومفعل إن أنا أشتغل بيه على أي سيت وأشتغل بيه على أي أصوات، ومتاح لي إن أنا أحط عدد لا نهائي من الإيقاعات. المهم إن الجهاز يستحمل معايا حجم السيت ده. لازم تكونوا عارفين يا جماعة إن كل ما زودت في الإيقاعات دي وكل ما زودت في الأصوات دي حجم السيت بيكبر، وحجم السيت لما يكبر بيبقى تقيل على جهاز الموبايل لما افتحه، فبيعوز جهاز قوي. لان ما تفكروش ان البرنامج الاورج برنامج خفيف. لما يبقى السيت كبير الاورج بيسخن الموبايل، بروسيسور الموبايل بيسخن، فبيحتاج موبايل قوي عشان يتحمل السيت الكبير ده. طب انا حل الموضوع ده بايه؟ اوزع الاصوات بتاعتي واوزع الايقاعات بتاعتي على كميات بسيطة على اكتر من سيت. يبقى عندي مثلا سيت خاص بالشعبيات، سيت خاص بالطربيات، سيت خاص بالدرامزات. الحاجات دي كده بقدر ان انا اوزعها واشتغل عليها لما بعوز اعزف حاجة مختلفة اغير السيت. يبقى انا خليت السيت بتاعي 200 ميجا، 300 ميجا، 500 ميجا، مش مساحة كبيرة. لكن لما اطلع بالسيت لجيجا واكتر من جيجا بلاقي في الوقت ده بقى الجهاز بيتقل معايا والجهاز بيسخن واداؤه بيقل، فبحاول ان انا اخفف السيت علشان خاطر الجهاز بتاعي يشتغل كويس، او لو الموبايل بتاعي ضعيف شوية ما يهنكش مني او يقف مني او يبقى بطيء في الشغل. لانه لو بقى بطيء وبضغط على الزرار ده الصوت مش هيطلع في وقت ما انا بضغط، هيطلع بعديها بشوية، فمش هقدر اظبط العزف بتاعي على الايقاع، مش هيتظبط معايا. يبقى انا لازم اعمل اللي بقول لكم عليه ده، اقلل من مساحة السيت. طبعا الكلام ده كله هشرحه لكم في شروحات مفصلة جاية كتير قوي عشان خاطر نبقى فاهمين كل حاجة كويس ونشتغل على الأورج باحتراف. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب تكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش دعمكم لينا، الاشتراك في القناة، تفعيل جرس الإشعارات، اكتبوا لنا تعليق، قولوا لنا رأيكم ايه، محتاجين ايه ننزله لكم في الشروحات اللي جاية، واعملوا لنا لايك. وكمان يا جماعة شيروا كل صفحاتنا على الفيس، على التليجرام، على الواتس. شيروا كل صفحاتنا عشان خاطر نوصل لأكتر عدد من المشاهدين والكل يستفيد. وادعوا كل أصدقائكم يدخلوا معانا على التليجرام عشان يشوفوا كل الشروحات الجديدة. ويا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو ده ومنتظرين دعمكم ليه.